يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة يوم مميز عشان النهاردة أنا مش رايح الشغل الحمد لله. وعندي يوم طويل النهاردة، بس خلينا ما نستبقش الأحداث لأن في مشكلة أنا عملتها. فخلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي إن شاء الله. بس خلينا نقول ان احنا هنركب وسائل مواصلات كتيرة النهاردة، بما فيها حاجة زي السوبر جيت كده بيسموها ناشونال اكسبرس، وهي دي الناشونال اكسبرس. بسرعة 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 بسرعة. حاجة من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في انجلترا قوي الصراحة يعني. بصوا المنظر، كل الناس دي مستنية الاتوبيس، تمام، والناس كلها واقفة في طابور، مفيش حد بيحاول يسبق، مفيش حد بيحاول يستنصح، كل الناس واقفة وكل واحد بيحترم دوره. انا سايب الشنطة بتاعتي اهي، طبعا ده غلط اللي انا بعمله يعني، بس لازم حتة مصري برضو بتاعتنا عشان مش عايز اقف في الطابور يعني. بس بحترم يعني، مش عايز اقف فيه بس بحترمه برضه. يلا بينا بنتحرك يعني. كايرو، بس احنا مش رايحين هنا النهارده، احنا رايحين اسطنبول 4 وتلت BCD. الحمد لله كده نص المشوار عدى على خير. احكي لكم بقى المشكله اللي انا كنت هقع فيها، والحمد لله ربنا ستر لحد دلوقتي. وان شاء الله يكملها على خير. عملت الكترونيك فيزا بتطلع في ساعتها على طول، مفيش اي مشاكل. علشان انا معايا كارت اللي هو الريزيدنس بتاعتي في انجلترا. طيب، في حاجه كده مكتوبه في سطر ان انت لازم تدخل تركيا عن طريق واحد من 3 خطوط، يا اما تركيش ايرلاين، يا اما باجاسس، يا اما ايجيبت اير. طبعا انا خدت بالي من السطر ده، بس ما تفهمش ايه اللي حصل بقى. كنت مقتنع ان بريتش اير وايز واحده منهم. سقطت ايجيبت اير لسبب بسيط قوي، ان انا مسافر من انجلترا لتركيا، ف it doesn't make sense بالنسبه لي. الموضوع مش مقنع بالنسبه لي ان انا اسافر ايجيبت اير يعني. مع كامل احترامي للخطوط المصريه اللي انا بقدرها جدا دلوقتي بعد ما بقيت اركب البريتش اير وايز. بس فانا لما جيت حجزت رحت حاجز بريتش اير وايز لانها ارخص، في ارخص واحده فيهم يعني، فاهم؟ ما خدتش بالي خالص من السطر ده. فالكلام ده خدت بالي منه امبارح بالليل الساعه 1 بالليل، ان يا نهار ابيض ده الفيزا مكتوب عليها، والفيزا مكتوب عليها كده. فاللي هو انا رايح على ان في احتمال كبير قوي ان رحلتي تتلغي. وفعلا وقفوني في المطار وانا داخل على اللي هي المكنه اللي بيعديك بالبوردنج باس، رجعوني تاني علشان اتكلم مع موظفه. بص، انا مش فاهم الداخليات، بس انا متخيل ان الموظفه دي ما كانتش فاهمه وما بصتش في الفيزا كويس. فالحمد لله الحمد لله الموضوع مشي لمصلحتي والموضوع عدى لحد دلوقتي. خلينا نشوف بقى في اسطنبول ايه اللي هيحصل. مفيش مرة سافرت يا مؤمن على البريتش ايرويز الا لما الطيارة تتأخر لأي سبب من الأسباب بقى. يعني أنا بس عايز أوريكم منظر المطار ورايا. أنا مش طيارتي بس هي الوحيدة اللي متأخرة، أنت بتتكلم في 3-4 طيارات. والمفروض ان النهارده اليوم يعني هو الايام اللي فاتت كانت صعبه الصراحه. النهارده المفروض ان الوذر احسن بكتير، يعني السما كانت صافيه. انا هاف نو ايديا، بس هم عندهم اضراب في المطارات دلوقتي، فيعني فاهم، وما حدش بيديك سبب واضح غير ان هم بيأخروها ايه بقى تلت ساعه في تلت ساعه، فاهم؟ فانت طيارتك مثلا، انا طيارتي 4:25 كل شويه يأخرها تلت ساعه، انت ما بتفهمش. طب وبعدين يعني، فاهم؟ مفيش كلاريتي اصلا ولا ترانسبيرنسي ولا اي حاجه خالص. والكابتن كان بيقول في الطياره ان هو يعني they made some decent time يعني هو ساق بسرعه شويه يعني عشان يوصلنا بدري يعني. فالحمد لله وصلنا. لسه بقى خلص الجوازات بقى وبتاع، انا واقف على المشاية. ف وهو انا نازل في مطار اسطنبول نفسه، يعني مطار رهيب، كبير قوي، كبير هبل يعني. بس بقى بس تعبان جدا يعني، نفسي انام. يلا ربنا يسهل بقى ونعدي الجزء الثاني من القصه بتاعتي اللي انا حكيتها لكم بدري بقى. بس مش هتكلم انا تاني عشان ما يسمعوناش، ماشي؟ انا عديت يا جدعان الحمد لله، محدش سالني على اي حاجه.
هي كانت اتمه شويه يعني، بس ما كلمتنيش ولا قالت لي اي حاجه خالص. فلو حد اتحط في نفس الموقف، حجز لتركيا وقالوا له لازم تيجي على خطوط طيران معينه وهو ما خدش باله او حب يستنصح، ان شاء الله هتعدي. جميل جدا موضوع ان الساعة 1:10 في المكان اللي انا فيه في مطار اسطنبول، وشايف ديوتي فري يا باشا. مش عارف تاك اند مور، محلات بتاعت اكل، واكيد هتلاقي محلات سميت بقى وبتاع. حاجة خطيرة، كل ده فاتح. انت عارف انت لو نزلت في هيدرو في وقت زي كده والله ما هتلاقي صريخ ابن يومين. لو عايز تشرب كوبايه قهوه بكره الصبح خلاص خلص الموضوع يعني ما كل حاجه ليها وقتها. لكن قصه ان احنا بنعمل اي حاجه في اي وقت ده مش موجود هناك. وانا الصراحه يعني بحب اعمل اي حاجه في اي وقت، فانا مبسوط ان مجرد ان انا شايف الحاجات دي فاتحه. مش هشتري حاجه، مش عايز حاجه دلوقتي، بس احساس انها فاتحه، the possibilities are there، الاحتماليات موجوده، ده في حد ذاته احساس خطير يعني. طبعا احلى حاجه في السفريه دي ان انا جاي اقابل واحد صاحبي بيسو يعني نبذه مختصره كده. بيسو وانا كنا بنتجمع على خير ايام ما كنا في مصر، وكنا بنقعد على الكافيهات بتاعه المعادي. بس الحمد لله علشان الدوام الحال من المحال، فالحمد لله انا بفضل الحال اتغير للاحسن. الراجل ده بقى قاعد في سويسرا دلوقتي. والله سبحان الله، انا نفسي مش مصدق، بس جايين ناكل فلافل اهي برضه. اوبا طعميه. طيب يلا سلام بقى، باي باي. صباح الخير. معلش يا جماعه، باسم اعصابه تعبانه شويه عشان احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه على رامب او على مطلع عنيف قوي، فاحنا كل ما هنطلع من الاوتيل نروح ونيجي هناخد الرامب اللي ما يعلم بالله ربنا. الفكره بقى ان هو على بوكينج، زي ما احنا حجزنا من بوكينج صح؟ مفيش حد بيقول لك حاجه يعني، الاوض نظيفه وكله جميل وصباح الفل والدنيا حلوه، هو فعلا الاوض نظيفه الحق يتقال يعني. لكن المطلع ده كفيل بان هو يخليك تفكر 4-5 مرات. بقول لك حاجه عامله زي الجلاش بتاعتهم كتير كده، بس حلو قوي. في جبنه، ده سبانخ ده ولا ايه؟ مش عارف بصراحه، بس هجربه. انا بحب السبانخ بس هجربه. هنا ده مش عارف ده ايه، وده لحمه. انا ما خدتش غير لحمه عشان انا ما باكلش جبنه. وكوبايه الشاي وهننطلق. نو هنخش على المسلات هنا. خش على المسلات. المسلات دي عندنا احنا يا حبيبي. انا عارف. نيجي نتفرج هنا على مسله. لما دي بدايه الطريق يعني. قال لك مسلات، هم عارفين يعملوا هنا. اتفرجوا على المسله، ده مكتوب عليها بالهيروغليفي فعلا. مسلينا ولا ايه؟ هو وارد يكون احنا سلينا. بنصور. فخد بالك. بلدنا دي مشهوره في كل حته ولا ايه؟ احنا بلدنا هو انا سبتك في انجلترا جاي لي هنا برضو؟ بص ايه ده؟ ده نورس بس ما بحبوش. اسمه ايه؟ ادي المسله يا جماعه طلعت مسروقه فعلا، مش هزار يعني. انا في الاول كنت بحاول ابقى بوليتيكلي كوركت، بس هي المسله مسروقه. هذه المسله تم تثبيتها اولا في مصر القديمه امام معبد مش عارف ايه في الكرنك مع مرسيداتها فيما يقارب عام 1450 قبل الميلاد، ويرى وضوح كتابات هيروغليفيه. طبعا ما انت لازم تقول لي ان في كتابات غير هيروغليفيه لان دي اللغه مش بتاعتك، دي بتاعتنا احنا. وادي المسله يا عم اهي، بس شكلها بقول لك ايه، شكلها ما بين العمودين بتوع الجامع، المأذنتين بتوع الجامع حوار. بس رينا واحنا بنسيب حاجاتنا بره كده عادي. هنجيب سميد بقى. استنى تعالى نشوف بس الطابور بقى وصل لحد فين. شايف الطابور؟ الطابور مكمل لقدام هنا، مكمل لقدام وبعد كده بيرجع من ورا هنا لو شايفين، بحيث ان المدخل من هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هتاخد ايه؟ ايه؟ اثنين واحد. يا صورة. مية مية. اوكي.
هتاخد سينما ولا هتاخد ايه؟ ماشي. لا انا عايز واحده سميته عاديه. عادي؟ اه I'll take this one. باسم ادفع بقى. Thank you very much. شكرا. اوكي شكرا. لوحة كبيرة. دي مش حلوه خالص. دوق. المهم احنا عايزين نتكلم سريعا كده عن ايه اللي مخلي آيا صوفيا ده ليه كل البروباجندا او الاهتمام اللي الناس بتهتم بيها ده. اللي انا فاكره يعني من اللي قريته ان اصلا ده كان كنيسه، والكنيسه كان مكان آيا صوفيا ده كان فيه كنيستين، واحده منهم ولعت اتحرقت، وواحده منهم باظت في رايتس كانت موجوده او اعمال شغب كانت موجوده، فالكنيستين باظوا. تمام. فجاه سيزر من ايام الدوله البيزنطيه كان اسمه قسطنطين، والكلام ده كان في سنه 537 500 وحاجه. لا ما ينفعش، لازم نحترم الطابور. ايوه عشان انت عايز تجيب سميت، جبت سميت خلاص، عيش بقى حياتك بقى. قسطنطين ده بقى بنى آيا صوفيا، ولما بنى آيا صوفيا قال لك من كتر المعمار اللي حصل في آيا صوفيا ده، قال لك كان بيكلم سيدنا سليمان، قال لك او سولomon how I surpassed you، ازاي انا عديت اللي انت عملته. وقال لك على قد ما الجامع شكله جميل من بره، لكن فعلا الفن والجمال المعماري اللي موجود فيه هتلاقيه اكتر في الراجل اللي ورانا ده مركز معانا. ايوه هتلاقي المعمار جوه اكتر. تمام. المهم بقى ده اتقلب جامع. مين اللي قلبه جامع بقى؟ ده سؤال مهم. اللي قلبه جامع محمد الفاتح، اللي هو انا بحب اسمه بالانجليزي قوي، يسموه محمد الكونكرر الفاتح. محمد الفاتح ده هو اللي حول الكنيسه دي لجامع في 1400 حاجه و90 لو انا فاكر صح. بس بقى وفضلت جامع لحد ما جاء اتاتورك، واتاتورك راح محولها لمتحف. فدي القصة اللي أنا فاكرها يعني من موضوع آيا صوفيا يعني. الاهتمام بحاجات كتيرة قوي جوه، لكن أهم حاجة فيها فن معماري، الدوم بتاعت الجامع أو القبة بتاعت الجامع من فوق، لأن قال لك إن العواميد اللي هي يعني مسنودة عليها المفروض إن هي مستخبية وسط الأعمال الفنية اللي جوه يعني. وقال لك إن في جامع بعديه اسمه السليمانية، وقالوا ان الجامع ده مش فاكر مين اللي عمله بالظبط، بس قال لك ان هو العمل المعماري اللي جوه من ناحيه الدوم بالذات كان مستوحى من اللي معمول في آيا صوفيا. خلينا نخش لو عرفت نخش النهارده يعني ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. يا جماعه احنا واحد في اهم الاحداث. انت سمع ده حوار فعلا. مكان الوضوء بتاعهم شكله جميل. ده مدخل الجامع يا جماعة، احنا هناخد آيا صوفيا من هنا. ده بدأوا يا باسم؟ طب يلا بسرعة 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 بسرعة.
ودي كانت جولة سريعة جوه آيا صوفيا. تركيا من البلاد الكبيرة اللي ما ينفعش تلم كل الحاجات اللي شفتها في فيديو واحد، واوعدكم ان في فيديوهات جاية ان شاء الله ببقية الحاجات اللي عملناها في اسطنبول. لو عجبك الفيديو ده شجعني ان انا اعمل فيديوهات تانية بلايك وكومنت من عندك، ولو عندك اقتراحات احب اعرفها في الكومنت سيكشن.